النهاردة اوردر أستاذ علاء عاطف مختلف ومتنوع. بدأنا كده بحاجة خفيفة وهي عسل حبة البركة ومضاف عليه غذاء ملكات النحل. وغذاء ملكات النحل اللي ما يعرفوش هو من أكتر الحاجات اللي بتنشط الجسم والدورة الدموية، لدرجة إن في ناس كتير جدا بيسموه إكسير الحياة. واضح جدا إن النوع المفضل في العسل لأستاذ علاء هو عسل حبة البركة والكرز. علشان كده الخلطة التانية كانت برضو على عسل حبة البركة، وضفنا عليه غذاء ملكات النحل بالإضافة لمنتجات تانية زي الجينسينج وحبوب اللقاح والبروبلس وطلع النخيل. وطبعا ما ننساش ان الخلطات دي لازم تتقلب كويس قوي قبل كل استخدام، والخلطة دي بالذات من الخلطات الممتازة لرفع كفاءة جهاز المناعة، وكمان بتحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينز والمعادن اللي الجسم اكيد محتاجها. كمان الاوردر كان فيه عبوة 1.5 كيلو عسل برسيم، و5 كيلو طبعا من عسل زهور حبة البركة والكراوية، وعسل زهور البرسيم بالشمع ومن غير، وطبعا عبوتين السكويز محبوبة الجماهير، وزيت الزيتون وشمع الإنارة وهو أجدد منتجات جواد. طبعا شوكولاتة بالعسل اللي هيفوتكم كتير لو مجربتوهوش، وبرواز شمع النحل. وأخيرا حابين نشكر أستاذ علاء على ثقته الكبيرة بينا.